المنطقة العربية. اليوم سيحاضر الأستاذ الهديلي منصر حول العرب وسؤال إيران. هذا هو الموضوع الذي سيحاورنا فيه سيحاور فيه. فقط في شكل مقدمة أردت أن أقدم بعض المعطيات لعلها تكون مدخلا للحديث في الموضوع بعد دقائق. إيران أولا هي دولة اليوم تعد 80 مليون نسمة، وينتظر في أفق سنة 2050 أن تعد 100 مليون نسمة. إيران بحساب الناتج القومي الخام تحتل المرتبة 17 كقوة اقتصادية عالمية. هذا يعني أمر مهم. إيران كذلك هي اليوم عضو ولو ملاحظ في منظمة ربما لا نسمع عنها كثير، ولكن ذات ثقل ووزن اقتصادي هام، هي الالتحاق بمنظمة التعاون بشنغهاي. يعني هي منظمة Organisation de Coopération de Shanghai. هي منظمة ذات يعني وزن اقتصادي مهم ومهم جدا، باعتبارها تضم دول عديدة مثل روسيا والصين والهند وباكستان. لعلمكم فأن هذه المنظمة قد رفضت أن تكون كل من اليابان والولايات المتحدة عضوا فيها، وإيران اليوم بدأت في الدخول في هذه المنظمة، وهي اليوم تحتل كرسي يعني صفة العضو الملاحظ، ويعني في السنوات القليلة القادمة ستصبح عضو كامل يعني كامل العضوية. نعم. في يعني هذا على الأقل بعض المعطيات يعني حول الوزن الاقتصادي والديموغرافي لإيران. ولكن بالرجوع إلى السؤال المطروح اليوم والذي سيحاضر فيه الأستاذ الهديلي، العرب وسؤال إيران، أردت فقط أن أعرج على كلمة مفتاح أعتقد تساعدنا كثيرا في الإجابة على هذا السؤال، وهي هذه الكلمة المفتاح هي مسألة الأمن القومي. الأمن القومي. الأمن القومي إذا فهمناه هي قدرة الدولة على توفير الإمكانات يعني المادية والاقتصادية والعسكرية والسياسية والثقافية للحفاظ على مصالحها وكيانها. إيران من هذه الوجهة، وهذا قد بدأ جليا سنة بعد سنة، ونحن يعني من موقعنا كعرب بدأنا نلاحظ هذا الدور الفعال الذي تقوم به إيران باعتبارها دولة ذات مشروع أمن قومي واضح المعالم. إيران لها برنامج، لها خطة استراتيجية تتموقع من خلالها سواء في المنطقة الآسيوية أو في المنطقة الإسلامية أو في المنطقة حتى في المنطقة العربية. فقط يعني للتدليل على هذا أردت أن أضرب مثال، يعني مثال بسيط، وهو الحرب اليوم في سوريا والتموقع الذي أخذته إيران من هذه المسألة، هذه الحرب. تعلمون أن الأصل النزاع القائم في سوريا هو بالأساس يعني صراع حول الطاقة. بالأساس هو حول الطاقة، معناتها ستانوجو إنرجيتيك غازي، معناتها غازي بالأساس. وتعلمون أن يعني هذه المنطقة بين قطر من هنا وإيران من هنا، هذه المنطقة هي ما تسمى بالنورث دوم، معناتها بالنسبة لقطر، وساوث بارس بالنسبة لإيران، يعني جنوب فارس ونورث فيلد كيف يعني هو الحقل هذا يعني يوفر 20% من مخزون الغاز العالمي. 20% من مخزون الغاز العالمي. إيران لها نصيب وافر منه، وقطر نفس الشيء. تعلمون أن قطر هي أول منتج للغاز المسال اليوم في العالم، هو نتيجة لاستغلال هذا الحق. أصل النزاع في سوريا ما هو؟
تعلمون أن قطر أرادت وضع هنا بايب لاين، يعني كما ترون أنبوب يمر من السعودية عبر الأردن وسوريا ثم تركيا إلى أوروبا. كانت النية تتجه من خلال وضع هذا الأنبوب هو السيطرة على ممرات الغاز نحو أوروبا وتقليص يعني لا تقليص الديبوندونس، يعني تقليص تبعية أوروبا للغاز الروسي. غازبروم يعني اللي هي كما تلاحظ في الخريطة هذه غازبروم، يعني اللي هي عندها يعني الاكسكلوزيفيتي نتاع تحويل الغاز إلى أوروبا. هذه الأنابيب كلها تمر من روسيا نحو أوروبا، يعني دول مثل اسكندنافيا 100% تتوقف على التزويد بالغاز الأوروبي الروسي، عفوا الغاز الروسي. النية كانت تتجه من طرف أمريكا وحلفائها في المنطقة هو يعني التقليل من تبعية أوروبا للغاز الروسي. فكانت منذ سنة 2009 اقترحت قطر على سوريا أن يمر هذا الأنبوب من سوريا. سوريا باعتبارها حليف روسيا ضغطت يعني خضعت الضغوطات الروسية ورفضت ذلك منذ سنة 2009. لم يغفر لها هذا، لم يغفر لسوريا رفضها تمرير أنبوب الغاز من قطر إلى أوروبا. بطبيعة الحال إيران كذلك تدخلت، لأن يعني إيران أرادت هي بنفسها باستغلال نفس هذا الحقل أن يكون ممر الأنبوب هكذا، يعني من إيران العراق سوريا ثم يمر من هنا نحو أوروبا. على تركيا؟ لا مش على تركيا، بحرا متوسط. إيران إذن إيران كانت عندها فكرة أخرى، لأن إيران لها قراءة استراتيجية، وهنا نرجع للنقطة اللي أثرتها منذ قليل، أنها عندها مشروع أمن قومي، عندها استراتيجية، وبنت تحالفها مع روسيا على هذا الأساس. لأن اليوم مش من الغريب اليوم كي تسمع في سوريا ثم الأسد، إيران، حزب الله، روسيا. هذا غير ماهوش غريب، يعني كي تقرأ أنت الخلفية الموجودة هي خلفية صراع حول الطاقة وكيفية يعني تحقيق استمرارية سيطرة شق على شق فيما يتعلق بتزويد أوروبا بالغاز. إيران إذن من هذه الوجهة لها مشروع وتموقع، وحتى يعني الاتفاق النووي الذي يعني حققته إيران من 2015 جويلية 14 جويلية 2015 كانت النية تتجه من خلاله بعد يعني سنوات طويلة من الحوارات والنقاشات وحتى فرض العقوبات على إيران، هو أنه يعني هذه الضغوطات البلوكيوس يعني اللي تفرض على إيران لم يؤدي إلى نتيجة، بل إيران واصلت في يعني تمرير وتكريس مشروع أمنها القومي. وحتى يعني الاتفاقية هذه كان المراد منها هو يعني تخفيف وطأة العقوبات على إيران، لعل الغرب يجد مفاهمة مباشرة مع إيران وتكسير الحلف القائم بين إيران وروسيا وسوريا. إلا أن إيران بالرغم من هذه الاتفاقية واصلت في الحلف الذي عقدته مع سوريا ومع روسيا من أجل التصدي إلى يعني ما سمي بالنصرة وما سمي اللي يعتقد وينظر إليها على اعتبار وأن هي صنيعة النصرة، يعني هي صنيعة سوريا، صنيعة السعودية وصنيعة قطر في إطار الصراع الذي كنت يعني أذكره منذ قليل. من هذه الوجهة أردت فقط أن أشير إلى أن إيران صاحبة مشروع،
وصاحبة برنامج جيوستراتيجي وصاحبة برنامج أمن قومي، على خلاف ما يمكن أن نلاحظه بالنسبة لسوريا مثلا، وهي دولة عربية. وهنا في لب الموضوع نحن يعني في إيران، العرب والسؤال إيران، يعني هناك دولة عربية سوريا وإيران من جهة أخرى، ونرى يعني نلاحظ اختلاف التموقعات الجيوستراتيجية. فلو كانت سوريا ذات برنامج أو عندها صاحب برنامج أمن قومي، كيف تقبل دولة ما أن تحطم يعني تماما من يعني تحطم بصفة كلية في سبيل أن تمرر فوق أراضيها يعني برامج ومخططات استراتيجية جيوستراتيجية لم تساهم هي قط في صنعها، بل أنها يعني قبلتها لمجرد أن تكون حلقة في برنامج يعني في برنامج أكبر جيوستراتيجي أكبر لا ينتصر من خلاله الشعب، وإنما يكون النصر فيه لفئة يعني أوليغارشية يعني تحكم في البلاد. فهنا نفهم الفرق الواضح بين دولة ذات برنامج وتحرص على أن تكون متموقعة جيوستراتيجيا وأن تكون لها السلطة يعني على مستوى الجهوي، ودول أخرى كسوريا مثلا، ويمكن أن نذكر تقريبا جل الدول العربية في هذا السياق التي لا تمتلك برنامج أمن قومي، بل أنها في كل الحالات تقبل بأن تلعب دور الوسيط، دور الوكيل لقوة أكبر منها كي تمرر برامجها فوق أراضيها. وهذا هو الفرق الكبير اليوم بين يعني الدول العربية وإيران من جهة أخرى. الملاحظة الأخيرة ومن هنا أختم، يعني نحن اليوم عندما نتحدث عن إيران في حقيقة الأمر تتجاذبنا يعني مشاعر متناقضة. فسنة 79 نتذكر هذه الكل على الأقل البعض منا كيف أن الثورة قد مثلت بالنسبة للعديدين يعني وخصوصا الشعار الذي رفعته إيران لا شرقية لا غربية كان بمثابة البديل الذي طالما انتظرناه، وكان يعني التبشير بخطاب إسلامي يعني ينصر المستضعفين كان له وقع كبير جدا. ولكن شيئا فشيئا يعني اندثر هذا الشعور، وبدا لدى الكثيرين أن إيران ما لها إلا في نهاية المطاف دولة تبحث عن مصالحها. وأكثر من ذلك سادنا الشعور بأن إيران لم تجد المفاتيح الكفيلة لها بدخول الفضاء العربي بشكل أدق، باعتبار أنه لدى الكثيرين ظهرت إيران أو تدعم الشعور لدى الكثيرين بأن إيران هي في حقيقة الأمر دولة قومية فارسية في توجهها القومي، وشيعية في توجهها المذهبي، وهذان شيئان يعني لم يفهما بالشكل الكافي. ومع الأسف ظهر وأن إيران تستعمل في هاتين الفكرتين محاولة منها في الولوج داخل محاولة منها للدخول للفضاء العربي، ولكنها بالنسبة للكثيرين كذلك قد أخفقت على اعتبارها استعملت مفاتيح خاطئة لا تسمح لها بدخول هذا الفضاء العربي. هذه مجموعة من الملاحظات أردت أن أسوقها كمدخل للمحاضر، وأحيل إليه الكلمة.